جندي بوتين برتبة رئيس. من هو الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف؟ Да здравствует наша великая Родина России! Да здравствует наш национальный лидер России Владимир Путин! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! ولد عام 1976 لعائلة من ذات مكانة دينية وسياسية بارزة. والده مفتي الشيشان وقائدها العسكري في النضال للاستقلال عن روسيا بين عامي 1994 و 1996. شارك رمضان مع والده في الحرب ضد روسيا التي كان يعتبرها احتلالا لأرضه. استطاع فلاديمير بوتين بعد وصوله إلى السلطة في روسيا تطبيق سياسة ذكية لإنهاء الحرب الشيشانية وعرفت باسم الشيشنة، وهي فكرة تقوم على تحويل الحرب في الشيشان من قتال شيشاني روسي إلى صراعات شيشانية داخلية تكون الغلبة فيها للموالين لروسيا. ونجحت هذه السياسة بالفعل، ففي عام 2003 وبعد نجاح قاديروف الأب في القضاء على خصومه السياسيين تصالح مع الروس وأصبح رئيسا لجمهورية الشيشان ضمن الفيدرالية الروسية ليعين ابنه قائدا لقوات أمنه الخاصة. اغتيل الوالد عام 2004 على الهواء مباشرة، وأصبح الابن بعدها القائم بأعمال الرئاسة بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتمكن في عام 2007 من انتزاع السلطة بشكل كامل من الحاكم النظري للبلاد آنذاك علي الخنوف. في تلك الأثناء كان عمر رمضان قد تجاوز 30 بقليل، ما يخوله للحكم بحسب الدستور الشيشاني. بوتين كان مرتاحا لقاديروف الابن فدعمه ليصبح رئيسا للشيشان، وفي مراسم تعيينه أقسم باللغة الروسية على القرآن. يكمل قاديروف الابن ما بدأه قاديروف الأب في ترسيخ سياسة الشيشنة، وأثبت قدرته على وأد أي تمرد ضد الروس داخل الشيشان وخارجها، مستغلا بذلك قوته الأمنية وشعبيته التي اكتسبها من صبغ شخصيته بصبغة المسلم الملتزم. فالشعب الشيشاني يميل إلى الالتزام الديني. يتهم رمضان بتبذيره الكبير للأموال العامة، كما أن له مواقف وتصرفات يعتبرها الكثيرون غريبة لكنه يحاول من خلالها تعزيز شعبيته. تقول تقارير إعلامية بأنه يلعب دورا شخصيا في شبكات تجارة النفط بالشيشان وداغستان وروسيا، كما أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوعه في عمليات اختطاف وتعذيب واغتيال بحق معارضي نظام موسكو. رمضان يعتبر نفسه مدينا لبوتين بحياته، وصرح مرات عدة بأنه مجرد جندي مشاة يأتمر بأمر بوتين، وكلامه دقيق، فقد أرسل قوات لمشاركة الروس في حربها بجورجيا عام 2008 وفي حربها بأوكرانيا منذ عام 2014، كما أن قواته تنتشر الآن في مدينة حلب السورية بشكل معلن. يحاول لعب دور ديني عالمي بدعم من بوتين ضد تيارات إسلامية معروفة كالسلفية وجماعة الإخوان المسلمين. قلده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام بطل روسيا الاتحادية عام 2004، وهو لا يزال على رأس عمله جندي مشاة مخلصا لرئيسه الروسي. هذه قصة رمضان قاديروف مع روسيا، فهل ستفاجئنا الأقدار إذا ما ظهر قاديروف آخر في أماكن أخرى من العالم؟